السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة شيوط ريحانة كمال نقدم لكم سلطة خفيفة حبيت نشاركها معكم نزولا عند رغبة الكثير من الأخوات المبتدئات. كنحتاجو البطاطا اللي كتكون مسلوقة كنطحنها في الطحانة اليدوية بالنسبة للمقياس حسب كل شخص. كنحتاجو الأرز أبيض كيكون مسلوق مع القليل من الملح وزيت المائدة. كنحتاجو الجبانة كتكون إما مبخرة أو مسلوقة. كنحتاجو الحبة ديال البطاطا مقطعة مكعبات صغار. كنحتاجو أيضا المايونيز إما الجاهزة أو نحضرها في البيت. في أسفل الفيديو غادي تلقاو الرابط ديال الوصفات ديال تحضير المايونيز. كنحتاجو لاصوص اللي فيها الملح والابزار والخل وزيت المائدة، فلفل أسود وملح، وعندي هنا المكور اللي هو الملفوف كنغسلو مزيان كنقطعو شرائح رقاق. بالنسبه للخضر ممكن اضافه الاشياء اللي كتبغيوها مثلا الجزر، الذره، الثوم، كلشي كيبقى حسب الرغبه، ممكن نضيفو اي شيء. نمرو للطريقه. ناخد اناء نضيف فيه الارز، نضيفو الجبانه، حبه ديال البطاطا اللي كتكون اما مسلوقه او مبخره تكون مقطعه مكعبات صغار. كنخلطها وغنغسل. كنضيفو لاصوص اللي عندنا فيها الملحه والابزار والخل الابيض وزيت المائدة. كما سبق وذكرت ممكن اضافه اي نوع من الخضر اللي كتفضلوا واللي متوفر. نضيفوا القليل من صلصه المايونيز، البطاطا كنضيف لها الابزار والملحه، فلفل اسود، حتى هي اما كتسلق او كتبخر. ضروري ما تطحن في المطحنه اليدويه باش كنحصلوا على واحد الخليط ناعم. نضيف لها ايضا حتى هي القليل صلصه المايونيز. كاين طرق كثيره في تحضير المايونيز، في اسفل الفيديو غادي تلقاو الرابط ديال الوصفات. كتاخدو الشكل اللي بغيتو مربع او دائري. انا خديت الشكل ديال السمكه. كنوضع البطاطس كنبسط باش الشكل ولا كنستعمل اليد، ضروري ما كتكون مغسوله بطبيعه الحال. نحاول نعطيها الشكل ديال السمكه.
كنستمر هكا حتى كنطلعها حتى من الجناب. كملت السمكه كنوضع الحشو. كنبسطو ليها. نحاولو نقادو باليد. نضيف ما تبقى من البطاطا باش كنغطي الوجه. كنبسطو بكل سهوله. نحاول نغطي الحشوه. كما كنقولوا حنا بالعاميه كلشي يعني كيكون عينك ميزانك كتعرف فيه الشكل اللي غادي تستعملي ديال القالب. نخليها حتى تبرد عاد نكمل لها التزيين ديالها. دائما التزيين كيبقى حسب الرغبه. بعد ما بردات السلطه كناخذ ما تبقى من المايونيز. نحاول ندهن الوجه ومازال الاطار كاين مازال ما زولتوش. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشاركوني لايك واعجاب ديالكم، تعليقات، اشتراك بالقناه. كنحاول نصنع واحد اي شكل مشابه السمكه. نضغط غير بالمعلقه. اسمح لي هاد السمكه الا تعديت عليها في التزيين. نحاولوا نوضع واحد الحد هنا. نضع حبه ديال الزيتون اسود. بهذا الشكل هذا. كنوزع
مكور يعني ملفوف في الجوانب. بعد ما كنزول الإطار بطبيعة الحال